ادي 30 اوم، ادي ار، وادي البطاريه. صلي بقى على حضره سيدنا النبي. التيار الرئيسي بكام؟ يا عمهم التيار الرئيسي ساحب فوق كام؟ يبقى تحت كام؟ 30 في 1 بكام؟ وفرق جهد مين؟ هو فرق جهد مين؟ فرق جهد اكس واي هو فرق جهد اكس واي. اذا المفروض المقاومه في تيارها بتساوي المقاومه في تيارها. اذا المقاومه دي بكام؟ اكتب تاني كل مره 1 في 30 يساوي 2 في كام؟ اذا ار بكام يا جماعه؟ يا جماعه ردوا، ار بكام؟ طب ار دي ولا ار دي؟ الاثنين. هو عامل هنا عم اشرف ار 1 وار 2 ولا ار وخلاص؟ يبقى دي ب 15 ودي برضه ب 15. مين اللي حلها كده؟ المفروض يكون كل الناس حلت كده. اصل الموضوع يعني يا عم حمدي مش مستاهل. يا جماعه الموضوع مستاهل. طالب ايه؟ طالب فرق الجهد بتاع المصدر، يعني عايز في. عن نفسي قلت لك الامتحان بتاع الاربع والخميس الجاي ان شاء الله اللي هو اول امتحان في السنه كلها ما قبل دار المراقبه. ما دام لقيت المساله بتحكي على فروق جهد، نصيحه مني ليك والله قسمها. يعني قسمها من اكس لواي، من واي لزد. والله لو ما عملت كده هتضيع نفسك. ويكفي لفروع التوازي ان يكون هناك فرعا به مقاومه وتيار. يكفي فرع واحد بس زي كده يكون معلوم مقاومته وتياره. 1 في 30 ب 30. شكرا. اسمها اماره. اماره بتدل على فرق الجهد. طب من واي لزد، استنى بقى، هو التيار ده بكام؟ وده بكام؟ الاصل كان بكام؟ يرجع الاصل زي ما كان، يرجع 3. 3 معديه في مين؟ طب ما انا لما بجيب فرق الجهد بعمل ايه؟ فرق الجهد بضرب اي في ار. طب التيار بكام؟ 3 في كام؟ يبقى كام فولت دول؟ يبقى الفي الرئيسيه اللي احنا بنسميها الفي ايه؟ الفي بي ماسكه مين ومين؟ يا عم انت بقى الله يديك بقى، لانهم كده بغض النظر بقى عن مين موجود عباره عن مجموع دول. 30 و45 75. ان الراجل عنده فرق جهد رئيسي 9 فولت، وعنده كمان شوف الالفاظ، عنده جزئيتين ولا 3؟ هو بصراحه لحد دلوقتي كده عنده جزئيتين. لما يبقى الريوستات ده مش شغال، ريوستات مش شغال صفر. يعني البدايه هي النهايه. غير لما يبقى الريوستات شغال. فهو قال ان الريوستات يتراوح من صفر، بص فوق، الى كام الف. فرق الجهد اللي فوق زي ما هو. صلى على الحبيب النبي كده. اقرا. بقول لك في الشكل المقابل المقاومتان اكس وزد، ومقاومه متغيره واي. واي دي ماسكه من اول الصفر لحد ال 3000. هو اللي قال كده. تاني، مقاومتان اكس وزد ومقاومه واي. واي دي قيمتها من اقل قيمه صفر واكبر قيمه 3000. اقل قيمه يعني مكان نزولي مكان خروجي، الريوستات ما اشتركش خالص. لكن اقصى قيمه للاشتراك ان الكهرباء تنزل هنا تمشي وتطلع هنا كده. يبقى كده الريوستات اشترك كله. اللي فاهم المساله قول لي بقى. يبقى مره هنشتغل على كام مقاومه؟ 2 بس، لان الريوستات مش معانا صفر. شوف فرع مفتوح اهو، هل في كهرباء هنا كده؟
يبقى الريوستات كده مش معانا. الحاله الثانيه الريوستات معانا، يبقى كده اصبح كام حته؟ 3. اللي فاهم يرفع ايده. ادوس يلا اهو 3000 و3000. ده مش معانا ليه؟ يبقى انت 4.5 فولت وانت 4.5 فولت، ده صفر مش معانا. الحاله الثانيه بقى دي 3 فولت ودي 3 فولت ودي 3 فولت، اتقسموا كام؟ حلو قوي. المنطقه دي بقى ماسكه من اول ايه لحد بي، كاتريتها كام؟ طب من اول ايه لحد بي 3 و3 يبقوا كام؟ ادي البي ايه. اللي فاهمني يلا قول لي بقى. ايه بي في الاولانيه كانت كام؟ 3000. واحده كانت واخده كام؟ 4.5. الثانيه بقى 3000 و3000. لما جينا قسمنا 9 فولت قسمناها 3 فولت 3 فولت 3 فولت، يبقى دي واخده 3 و3 اللي هي كام؟ اذا يتراوح قراءه الفولتميتر اللي هو موصله لنا هنا، الفولتميتر هو بقى ما بين كام الى كام؟ مساله زي دي قاعد امبارح الولد يفكر وعمال يرسم حاجات غريبه. انا فكرتها حجاب، انه عامل حجاب. اسمع كده. اولا الفيصل هو البدايه والنهايه. فعندك فولتميتر، هو قايل الفولتميتر ده بيقرا واحد. بيقرا ايه؟ واحد. سؤال، بدايته ايه؟ اكس. طب ما هي دي اكس اكس اكس. نهايته ايه؟ واي واي واي. طب ما يبقى اكس واي برضه بواحد بس. واحد بيرش راسه كده. يا عم هو بيلخفنك. سؤال بس، مش اكس دي هي دي هي دي هي دي هي دي هي دي، واي دي هي دي هي دي هي دي هي دي. طب ما دام انا ما غيرتش الحروف بتاعتي، فهو قال لي ان الفولتميتر 1 فولت، يبقى لما اوصل بره برضه 1 فولت. مين حلها كده يا جماعه؟ اسمع دي. انا بقول كده ليه؟ علشان تبقى تعرف دايما تقول لنفسك ايه؟ ان الكلام ده بسيط، الكلام ده سهل. واحد بيقول لزميله طب ما انا فرعون صغير. عادي يعني. خلاص ده 10 اوم وده 5 اوم بس وده صلى على النبي. في بكام يا جماعه؟ 15. اسمع في بكام؟ وار الداخليه بكام؟ صفر. امشي كده تلاقي نفسك عند بي، وتوزع كده وكده وكده، وتيجي كده 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 كده، وتصب كده. انا ليه عامل الوانات احمرات وازرقات واسمرات؟ ما يفكرش ان دي توازي مع دي توازي مع دي توازي مع دي، لان هحرجك بسؤال واحد بس. هو المدخل فين والمخرج فين؟ لما كل ده توازي كده الكهرباء جايه منين؟ إيه؟ هترد عليا زي ما تكونوا قاعدين بتلعبوا 4 بلاي ستيشن كده وتقوموا كلكم تهيصوا مره واحده. امال الجون جه في مين؟ لازم حد يقعد. شغل دماغك. كذلك نفس القصه دي لازم في مدخل وفي ايه؟ مخرج. ثانيا اتفقنا اتفاق مع بعض، ما دام دي بطاريه يبقى ما اتصل معها لابد يكون على الايه؟ فاتفادى من زمان. ما اتصل معها دي يا اما واخد الكهرباء اللي خارجه يا اما واخد الكهرباء اللي جايه لها.
مش توازي خالص. اتفقنا ولا ما اتفقناش يا صوفيا؟ ركزي هنا. فاذا الخمسه اوم دي والخمسه اوم دي تبقى هنا كده 10. مستوعبين؟ ما تردوا يا جماعه. دي زوليه، اتفضل. دي مش توازي معاهم. الله اكبر عليك. ما انا بقى لي ساعه بقول كده. انا بقول لا دي مش توازي معاهم. انت بتسقط في سطر بتسقط منك. طلع لسانك واخبطه كده. 10 و10 10 و10 5 و5 على الله حكايتك على الله. اصبح 2.5 سمراء و2.5 حمراء. اسمع تاني. 2.5 يا جماعه، 2.5 يا اولاد سمراء و2.5 حمراء. فالكهرباء ماشيه كده. الله الله يا سعيد، اصبح دول توالي. ابو شورت. يبقى كام ام؟ 5 اهو. يبقى اي المره في البطاريه اللي هي الكليه هتساوي في بي على مين؟ 15 على 5 ب3. فاول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم اسمها توالي متماثلات. في ناس فاهماني يعني ايه توالي متماثلات؟ يعني هم على التوالي والمصابيح شكل بعضها. يبقى التيار اللي هيمر في الجميع. اذا لما اقول لك باور بتساوي ايه؟ باور من ضمن قوانينها اي تربيع ار وفي تربيع على ار. هسألك سؤال. التيار اللي مر هنا هو اللي مر هنا هو اللي مر هنا، يبقى اي مقدار ايه؟ المقاومة دي لو ب6 فدي ب6 ودي ب6، يبقى برضو المقاومة مقدار ايه؟ اذا القدرات متساوية. اذا الاضاءة متماثلة. مين كتب اول واحدة؟ تساوي في التيار، تساوي في المقاومة، تساوي في القدرة، تساوي في الإضاءة. الحالة الثانية قبل ما نقول لها لو في بي ب 12 فولت، في بكام يا جماعة؟ يبقى دي تاخد كام لوحدها؟ 4. دي تاخد كام لوحدها؟ دي تاخد كام لوحدها؟ طب ما دام دي 4 ودي 4 ودي 4 تساوي في ايه ايضا؟ وتساوي في ايه ايضا؟ اذا القدرة ايضا متساوية. اللي فاهم بالطريقتين يرفع ايده. 6 اوم 3 اوم 4 اوم. وكان مثلا قاف ده الكاب بتاعنا ده عبارة عن 13 فولت. شيء طبيعي ما دام هم توالي يبقى التيار مقدار يا جماعة ثابت. التيار ثابت باور هتساوي اي تربيع ار. باور بيساوي ايه؟ انت لسه قايل اي مقدار ايه؟ اذا اكبر مقاومة هي اكبر قدرة هي اكبر استهلاكا للطاقة، لان الزمن ايضا مقدار ايه؟ لان الزمن اللي بيمر فيه التيار هنا هو الزمن هنا، لانهم بيشتغلوا مع بعض في وقت واحد او بيفصلوا مع بعض في وقت واحد. باور بتساوي دبليو على مين؟ دبليو على مين يا جماعه؟ على تي. التي مقدار ايه؟ اذا اكبر مقاومه هنا مين؟ 6. يبقى اكبرهم مقاومه اعلاهم قدره اكثرهم استهلاكا للطاقه. بقول بقى كده اشدهم اضاءه. اشدهم ايه؟ سجل الكلام ده. حكم ان انت ذكي. ده كام فولت؟ ده كام فولت؟
يبقى ده 6 فولت وده 3 فولت وده 4 فولت. قول لي كده مين واخد اكبر نصيب؟ ابو 4 ولا ابو 3 ولا ابو 6؟ اذا ايضا الستة اعلاهم فرق جهد، يبقى هي اعلاهم قدرة، يبقى هي اعلاهم استهلاكا للطاقة. سجل يلا اكتب كده: حتى لو قمنا بتقسيم فرق الجهد، حتى لو قمنا بتقسيم فرق الجهد، فرق الجهد بيساوي ايه في ايه؟ يا جماعه ردوا. فرق الجهد بيساوي ايه في ايه؟ حلو قوي. الاي مقدار ايه؟ اذا اكبرهم ايه؟ اكبرهم ايه؟ اكبرهم مقاومه، اكبرهم فرق جهد. اذا ايضا اعلاهم اضاءه. خدنا كام حاجه كده؟ بتردوا يا جماعه كام حاجه؟ توالي ايه؟ توالي ايه؟ توالي شبه بعض، توالي مختلفين. توالي شبه بعض. نيجي للتوازي. يلا التوازي لو شبه بعض، لو شبه بعض، ها استرها يا رب. التيار اللي جاي ده كام امبير؟ يا جماعه رد عليه، كام امبير؟ المقاومه دي كام؟ المقاومه دي كام؟ والمقاومه دي كام؟ ابو 6 يسحب كام؟ طبق القانون بتاعك. التيار كله في المحصله على اللي انت عايز تياره، او بالنسب، او بالنسب. يعني بالنسب ده كام؟ 9. ابو 6 ياخد 2، ابو 4 ياخد 3، ابو 3 ياخد 4. ارجع جمع كده: 4 و3 5، 4 3 5 فعلا ممتاز. 4 و3 5 و6 و7 14. الدنيا حلوه صح؟ 4 و3 7 و2 مظبوط. اللي فهمني انا بجزاها بدماغي انا، مش قصتك انت، مش جاكش انت مع نفسك. انت عندك قانون اهو. بيقول القانون، بيقول القانون ان تيار الفرع يساوي التيار قبل ما يتجزأ في المكافئه على 6. هيطلع بكام نصيب الستة؟ هيطلع 2. وهكذا لو عايز تيار الاربعه، التيار قبل ما يتجزأ كام؟ 9. في المحصله بتاعتهم ارداش على 4 وانت ماشي كده، هيطلع تيار الاربعه كام؟ 3 وانت ماشي كده. السؤال اللي بساله بقى: هل هناك فرق في فرق الجهد ولا فرق الجهد متساوي؟ جرب كده. 4 في 3 هي 3 في 4 هي 2 في 6. فرق الجهد في النهايه بيساوي كام؟ 9. لا حول ولا قوه الا بالله. انتوا حالتكم صعبه خالص. طلع لسانك واخبطه كده، طلع لسانك واخبطه. 3 في 4 بكام؟ و3 في 4 و2 في 6. في حاجه راكبه غلط عندكم على الصبح. فرق الجهد مقدار ايه؟ حلو قوي. القانون اللي هنستخدمه، القانون اللي هنستخدمه، هل هنستخدم ده؟ ولو قلت لي لا، لا ليه؟ اولا كل فرع ليه تيار، يعني ده مش ثابت. وكل فرع ليه مقاومه، يعني دي مش ثابت. يبقى ده مش هينفع. فبنستخدم ده يا ادهم. بنستخدم ده ليه؟ ليه بنستخدم ده؟ علشان الفي مقدار ايه؟ اذا اقلهم ايه؟ اعلاهم ايه؟ اقلهم مقاومه، اعلاهم قدره، اكثرهم استهلاكا للطاقه، اشدهم اضاءه. اللي فاهم يرفع ايده. توالي متماثلات، توالي مختلفات، توازي متشابهات. نخش على توازي مختلفات. توازي قصدي متشابهات، معلش. دي كانت توازي مختلفات. لو توازي متشابهات سهله قوي. ليه بقى لو متشابهات سهله قوي؟ هنا يا ريس لو التيار بتاعك ب9 امبير
ما هيتقسم 3 3 3. يبقى كده من ناحية الباور التيار متساوي، المقاومة متساوية، يبقى القدرة مقدار ايه؟ باور بيساوي الفي متساوي والار متساوي، اذا القدرة ايضا ثابت. اللي فاهم نرفع ايده. ده بيحصل فين ده؟ في المنظر اللي شايفينه ده، ايه ده؟ المصابيح في المنزل. المصابيح لو كانت متماثلة يبقى شدة إضاءتها متماثلة. بص كده المصابيح متماثلة بتطلع نفس شدة الإضاءة، يبقى اكتب عندك. أما لو كانت المصابيح متماثلة توالي شبه بعض، رجعوا يا جماعة، توالي شبه إيه؟ الإضاءة شبه بعض، التوالي مختلفين. ما أنا برجع تاني أهو، التوالي مختلفين، التوازي مختلفين، التوازي متشابهين. يبقى اللي جاي بقى سؤال تاني. اما لو كانت المصابيح متماثله وعلى التوازي فان الاضاءه متماثله. لكم سبب؟ لكم سبب؟ نفس ايه ونفس ايه ونفس ايه؟ نفس فرق الجهد. اللي هو كام فرق الجهد؟ يا جماعه الله يصلح حالنا وحالكم. كام فرق الجهد؟ راجع نفسي. 3 في 6، 2 في 6 قصدي. 3 في 6 ب 18، دي 18. دي 18، دي اللي كانت 12. 3 في 6 18، 3 في 6 18، 3 في 6 18. فرق الجهد ثابت. المقاومه دي 6، المقاومه دي 6، المقاومه دي 6. تيار دي 3، تيار دي 3، تيار دي 3. يبقى خلاص متشابهين. اعيد تاني، اعيد. اكتب بقى اخطر حاجه في الشرح. خلطبيطه بالصلصه. خلطبيطه بالصلصه معناها هنجيب ايه؟ الله ينور عليك. اكتب عندك بقى مسائل الميكس وهي الاكثر شهره في الامتحانات. خليط ما بين التوالي في اي بي. حاجه مهمه قوي. في اي بي يعني موضوع مهم جدا جدا. صلي على النبي. نبدا. ادي مقاومه، ادي مقاومه، وادي مقاومه. معاليك لازم يركز معانا. متماثلين، متماثلين. ار وار وار وار. ايوه. سؤال للاذكياء. لو سميت لك المصباح ده ايه والمصباح ده بي، المصباح ده سي والمصباح ده دي، هل تقدر ترتبهم من حيث الاضاءه؟ يلا اكتب عندك كده، رتبهم من حيث، وهديك مش هحرمك من شرف المحاوله. حاول، مش هحرمك من شرف المحاوله. حاول يلا. هو قال رتبهم. صلى على النبي. اولا ما ينفعش نجاوب السؤال ده غير لما نفكر الاول. احنا هنشتغل طيارات ولا فروق جهد؟ انا شايف الاسهل طيارات. يبقى اكتب عندك كده، هناك طريقتان للتفكير، يا اما بالتيار يا اما بفروق الجهد. فهنبدا بالتيار، هنبدا بالتيار. سؤال، هو دول كام ار ودول كام ار؟ يعني النسبه 2 الى، يبقى انا في الرياضه بيقولوا عندي كام جزء؟ يبقى انا افرض ان التيار 3 اي. اللي فاهم يرفع ايده. خلاص كده. قول لي بقى يلا، فرض عشوائي ولا فرض بنباهه؟ اهو دي المنطقه اللي فيها تجزئه. طب ال3 اي وهي داخله كام ار فوق؟ تسحب اي. كام اي دول؟ دول كام ار؟ ياخدوا اي واحد. ودي كام ار؟ اذا بالترتيب كده مين اعلى واحد فيهم واخد كهرباء؟ ايه، ثم مين؟ دي، ثم اقل حاجه خالص مين ومين؟ بي وسي قد بعض. خلصت؟ خلصت والله.
صلى على النبي. اوه، عامل مصيبه. بيقول لك المصباح ايه، المصباح بي، المصباح سي. بيقول لك اذا زادت قيمه مقاومه المصباح سي، زادت. هي كانت ايه الاول؟ كانت زيهم يا جماعه، ردوا. كانت ايه الاول؟ اذا زادت للضعف فما الذي يحدث لإضاءة المصابيح الأخرى؟ هيحصل لها إيه؟ دي أصبحت كام ار؟ بدل ما كانت كده، هل شبه بعض ولا مختلفين؟ فاهمين كلامي طبعا؟ وحد الله. هو قال ايه اللي هيحصل لإضاءة المصابيح A وB وC لما ده يتضاعف؟ صلى على النبي. أولا نفرض إن قفز الكف، اشمعنى عملت كده؟ عشان هفرض النهار، مين فاهم دماغي؟ جايب رقم يشتغل معاه الأرقام دي، مش يبقى حاطط 6 6 6 وأقول له B بيساوي 5، ما كده هيطلع كسور. مين فاهم دماغي؟ عايز رقم يطلع معاه ارقام ايه وينجزني. يلا وحش. 6 و6 كام؟ 3. 6 6 12. مالكش حضور عندي تاني. انت عندكم ثلاجات بطاطس كتير، اشتغل على اي واحده. 6 و6 كام؟ 3 و6 9. يبقى باي بيساوي 36 على 9. يطلع كام امبير؟ الاربعه امبير لا جاي ولا ايه؟ لا بيه ولا ايه؟ يبقى فوق وتحت. كده اضاءة ايه اكبر من اضاءة بي وسي. قول معايا، بلاش ار دي بقى، اضاءة اسف باور. اضاءة يعني باور. قول بقى، انا قلت يلا. ها، اضاءة مين؟ ايه اكبر من اضاءة بي وسي. صعبة دي يا جماعة، صعبة. انقل 2 ار يعني كام؟ انا اللي قلت ولا هو اللي قال؟ هل قفزة الكف اتغيرت ولا ثابته؟ يلا بينا. 6 و12 4 و6 36 على 10 يطلع كام؟ التيار اللي جاي كام؟ يا جماعه رد على كام؟ ايه علاقه ده بده؟ ده ضعف ده، يبقى تحت يسحب كام وفوق يسحب كام؟ اجمعهم كده، 1 و2 و2 و4 يدي كام؟ افرض واحد مستواه ضعيف، وعايز تيار ل 12. التيار قبل ما يتجزأ كام؟ في محصلة 6 و12 كام؟ على انا عايز تياره كام؟ تاني، قبل ما يتجزأ كام؟ في محصلة 6 و12 بس كام؟ على انا عايز تياره كام؟ هيطلع فعلا 1 وكام؟ طب ما دام ده 1 و2 يبقى فوق كام؟ اقرأ كتابك. البي كان كام امبير؟ اصبح كام؟ يبقى اضاءة البي زادت. ده كان كام؟ اصبحت كام؟ اضاءة ايه؟ قلت. ده كان كام؟ اصبحت كام؟ اضاءة سي قلت. هذا المصباح اهو، قدرته كام؟ وفرق جهده كام؟ وروح انت هات ايه وهات ايه على طول. يلا عود نفسك كده. اول ما يقول لك مصباح قدرته كده وبيستحمل فرق جهد كذا، روح هات مين ومين؟ التيار والمقاومه. التيار بيساوي مين على مين؟
باور على في، اشمعنى؟ مش باور يا جماعه قوانينها في في اي واي تربيع على ار وفي تربيع على ار. ايه القدره بكام حضرتك؟ اقصى فرق جهد، يبقى اقصى تيار ليك كام؟ طيب معروف ان ار بتساوي في على ايه؟ اقصى فرق جهد ليك كام؟ هو اللي قايل، هو اللي قايل في المساله ورايا ايه؟ مساله ورايا هنا كده. فده 12، التيار بكام؟ تطلع ار بكام؟ ب4. سؤال بقى، دي معلومات استشفناها من معلومتين قايل انا قبل كده، اول ما تلاقي باور وفي روح هات مين ومين؟ اي وار. البند ده تمام؟ اقرا بقيه المساله بقى. بيقول لك هذا المصباح اللي انا طلعته بياناته كلها ما ينفعش يشتغل على بطاريه 36، ده حقيقي. ازاي؟ هل ينفع اقول ان انا جبت بطاريه قوتها الدفعه 36 اشغل عليها مصباح اقصى حاجه ليه يستحمل 12؟ اللي فاهم يرفع ايده. بقول ده هو بيستحمل لحد كام؟ اقدر اشغله على 36 ولا لازم له حد يشيل عنه؟ زي لما تكون كده انت داخل خناقه وفي 3 4 بيضربوا فيك، فبعدين اخوك شافك فاتدخل، فاتنين من ال3 اللي كانوا بيهرسوا فيك راحوا يضربوه هو، يبقى شال عنك الحمل ولا لا؟ كنت هتموت الاول. 3 بيضربوا في واحد هيموتوه، 2 منهم راحوا هناك، هي نفس القصه. عندي كام فولت؟ انت شايل كام لوحدك؟ نجيبوا لك اخوك يشيل عنك 2 في 12 بكام؟ اللي فاهمني؟ دي اسمها مقاومه حمل، مقاومه تخفيف حمل، مقاومه تخفيف حمل. فده كان شايل كام؟ من الاصل كام؟ جبنا له مين؟ شيل مكانه كام؟ هو مقاومته كام هم؟ 4. وبيتحمل تيار كام؟ لا بيتحمل تيار 4 ازاي بقى؟ بيتحمل تيار كام؟ ال3 دي معديه فيه هو ولا في الكل؟ في الكل. اللي فاهم يرفع ايده. بقول التيار اللي جاي ده اهو في هو بس ولا في كله؟ حلو قوي. قول لي بقى فارق جولي ده كام؟ والتيار كام؟ اذا ار التي ينبغي توصيلها لتخفيف الحمل بتساوي فرق جهد على التيار، يطلع بكام؟ صلى على النبي. بيقول ان عندنا مقاومه 20 ومقاومه 5 وريوستات وبطاريه. الريوستات مسميه ار. بيقول ما قيمه ار المشتركه من الريوستات لكي تجعل المقاومه 5 اوم تستهلك قدره 20 واط. هي دي المساله. مساله صغيره قوي حلوه قوي وفيها تشغيل مخ. انت فاضل لك خطوه ما عملتهاش ليه؟ فاضل لك خطوه. 10 جنيه وفاضل 5. ليمونه والليمون استكفت عشان عندك برد ولا حاجه. الليمونه ايه؟ صلي على النبي. اقرا بقى. بيقول لك ما قيمه ار المشتركه من الريوستات لكي تجعل المقاومه 5 اوم تستهلك قدره 20 واط. صلي على النبي. ال5 اوم دول اسمهم فرع. اسمع يا جماعه اسمهم ايه؟ 5 اوم دول اسمهم ايه؟ بكتب كده قدره الفرع يساوي اي تربيع ار. فرع قدره الفرع كام هو قايل؟ 20.
تيار الفرع وديني معرفه، مقاومة الفرع 5. احسب هيطلع اي فرع ب 2 امبير. يا لحكش يا لحكش، 2 امبير تحت مرة في مين؟ في 5. عايزين نجيب تيار اللي فوق. نقول كده، عايزين نمسح بقى الحتة دي. بنقول 20 في كام؟ تساوي 5 في 2. يطلع تيار ال20 نص امبير. يبقى التيار ده نص. طب ما دام ده نص وده 2، يبقى التيار الكلي كام ونص؟ عندك التيار الكلي وقف ده الكاف الكليه تبقى ار داش في كلي واي كلي. 50 على 2 ونص ب20. حبيبي يا ابو عدنان، 20 و5 توالي مع ار. طب ما 20 و5 دي 20 في 5 على 20 زائد 5 زائد ار بتساوي 20. تطلع ار بكام؟ دي ب4. 4 من 20 ب16. احلى مساله. ليه بقى احلى مساله؟ كنت متعود دايما انت يقول لك اوجد القدره. لا، هو اداك القدره بقى. جبت منها فرع، من الفرع جبنا كل، ومن الكل والكل جبنا كل، من الكل شلنا منه دي، يتفضل ار. سلام. فوق فوق.